طب انا النهارده بقى عايزه اقول لكم ان كريب النهارده ده احلى من كريب المطاعم بكتير قوي. جوده وطعم وريحه وكل حاجه انت عاملاها في البيت ومضمونه 100%. عايزه اقول لكم الطعم تحفه يا جماعه، طعم حلو قوي. شايفين جماله والصوص اللي فيه حلوة قوي قوي. انا مرضتش اقطع اكتر من كريبايه قدامكم بقى، يعني عشان العيال تحبه كده سليم زي ما هو، فقلت اقطع واحده قدامكم كده. وهتشوفوا الخلطه معايا حلوه جدا وسريع جدا جدا، وكمان عيالك هيحبوه وينبهروا بالنتيجه بتاعته. طبعا مفيش اختلاف على حب الكريبات يا جماعه. اطفالنا كلها كبار صغار بيحبوا الكريب. عندي هنا كام صدر كده، انا قلت اعمل كميه عندي وقطعتها من فوق كده زي البانيه قطعتين بس. انا حبيت اقطعها قطع كبيره شويه مش صغير. ننجز كده في الوقت بتاعنا ونقطعها زي ما انتوا شايفين كده، شرايح طويله مكعبات صغيره زي ما تحبي تقطعيها قطعيها براحتك خالص. تتبيلة الشاورما بتاع الدجاج سهلة جدا جدا ومش محتاجة أي افتكاسات ولا أي مواد خزعبلية زي ما بيقولوا، لأ، كلها سهلة وبسيطة وموجودة عندنا في البيت. وتقدري تعملي لهم الكريب ده يعني مرة كده في الأسبوع يفرحوا بيه. حلو جدا يا جماعة. عايزة أقول لكم إن الكريب احنا بنجيبه من بره على حسب الأماكن طبعا، اللي ب90 واللي ب100 واللي ب120 واللي فيه أغلى من كده، يعني غالي بطريقة مهولة. تعالوا نشوف الأول التتبيلة. حطينا كده ملح وفلفل وسنة كمون وسنة فلفل اسود ومعلقة بابريكا، ولو عندك توم باودر او بصل باودر تحطي، وحطيت علبة زبادي سادة ورشة كده من الليمون او عصرة ليمونة. تاني نقول كده على السريع البهارات بتاعتنا. وكركم. حطيت ملح، فلفل، كمون، بابريكا، وحطيت معلقه كركم، وحطيت معلقه بهارات لحمه يا جماعه. عايزه اقول لكم بهارات لحمه ازاي مع الفراخ يا ناهد، عايزه اقول لكم بتخلي الطعم حلو جدا، بتخلي الطعم في حته تانية. بهارات اللحمه مع الفراخ جربيها صدقيني في الشاورما هتحسي طعمها في حته تانية. وحطيت علبه زبادي. خلاص. عندي طاسه كده بقى اسخنها وانزل بالفراخ. انا كده ما حطيتش اي حاجه غير تتبيله الفراخ والبهارات فقط يا جماعه. معلش نقول تاني على السريع: ملح، فلفل، كمون، بهارات لحمه، كركم، حطينا بابريكا، لو عندك توم باودر او بصل باودر ممكن تحطي، وحطيت علبه زبادي ساده. بس كده احطها على طاسه سخنه كده على النار لحد ما تنزل ميتها وتاخد لون وتتشوح براحتها خالص. تعلي النار في الاول وبعد كده تخليها على نار متوسطه. بس في الاول تعلي النار عشان تاخد صدمه كده وتنزل كل الميه اللي فيها. ونشوف هنحط ايه تاني. الحشوه طبعا على حسب رغبتك. شايفين نزلت الميه اللي فيها، وكمان انا كنت مصفيه الفراخ بعد ما قطعتها وبرده نزلت ميه لانها كانت في الفريزر. حطيت هنا بقى قطعت فلفل الوان احمر واصفر وفلفل حامي وبس. بس كده يا ناهد، بس كده. المفروض كنت اقطعه يعني حتت صغيره عن كده، بس يعني ايه، يلا مش مشكله نعديها المره دي. ما حطيتش بصل طبعا. حشوه او حشوه الفراخ زي ما تحبيها، تحطي فلفل رومي، كوبي فلفل الوان، بصل، توم اللي تحطيه. بس انا ما حطيتش بصل لاني ولادي ممنوع، يعني هم بصوا ما بياكلوش البصل نهائي. تعال نشوف لفينا الكريبيه ازاي. عندي هنا عيش كريب جاهز، ما عملتش الكريب في البيت. وحطيت طبقة من الجبنة الموتزاريلا وشوية كده من الفراخ، حشوة الفراخ، ونحط شوية من الكاتشب على شوية من المايونيز، ونلفه ويكون في طاسة على النار متسخنة ونحطه. شايفين زي بتاع بره، ما يفرقش عنه اي حاجة. شايفين؟ تدهني الطاسة كده حبة زيت حبة سمنة على حسب ما تحبي يعني. ادي التانية نطبقها نصين كده عشان تطلع زي بتاع بره، ونحط حبة من الجبنة الموتزاريلا
على شويه من الفراخ، تتبيله الفراخ. ما حطيناش بصل عشان احنا مش بنحب البصل خالص، او ولادي بينقوا البصل. انتي براحتك خالص، اذواق بقى. وبصي يعني افتكسي براحتك في الخلطه يعني، بس اهم حاجه البهارات اللي احنا قلناها في الاول: كركم، بابريكا، توم باودر، بصل باودر، بهارات لحمه. بهارات لحمه يا جماعه جربوها وهتدعوا لي، هتخلي الطعم في حته تانية. طبعا يتشوح بقى كده على الجنبين، في شويه تشوحوا حلو وفي شويه تشوحوا بزياده، يعني ايه على حسب. انا كان ايدي هنا وهنا. اول حاجه جبنه موتزاريلا، شويه من حشوه الفراخ، وشويه كاتشب على شويه مايونيز، وتقفليها زي بتاع بره بالظبط. ما خدش معانا وقت يا جماعه، تتبيله الفراخ في ثانيه الا ثانيه اتجهزت. عايزه تجيبي عيش الكريب جاهز من بره هاتيه ويبقى احسن لك والله. عايزه تعمليه في البيت اعمليه، يعني على حسب راحتك، وهيطلع زي بتاع بره وريحته زي بتاعت بره واحلى كمان. وبالعكس الحاجه معموله في بيتك وانت مطمنه، فراخك في بيتك، حشوتك في بيتك، انت اللي عاملاها بايدك، هتاكلي عيالك وانت مطمنه. وكمان كلوا حاجات زي بتاعت بره، ولا هتتعبي نفسك. ممكن تعملها لهم كل اسبوع كده، او بصراحه حلوه جدا وعجبتهم جدا جدا. يلا لو عجبكم الفيديو حطوا لايك، واللي لسه مشتركش معانا في القناه يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بقدمه.